في نقطة كده مؤخرًا ابتديت أكتشفها وابتديت أعرفها وابتديت أشوفها في الناس كتير أوي، مش معانا بس، مع ناس تانية كتيرة برضه بيدّوا كورسات، ولكنها بتدُل على تخوُّف كبير أوي من الناس. دلوقتي أنت نفترض إن عجبك كورس معيّن أو عجبك دبلومة معيّنة وسألت عن الشخص اللي بيشرح وعرفت هو بيشرح إزاي وعرفت إن طريقته كويسة، عرفت إن هو راجل خبرة وعرفت إن هو هيأثّر عليك الطريق وعرفت إن هو هيدّيك الخلاصة في إيديك. لمّا تسأل عن التفاصيل وبتعرف كل التفاصيل وعرفت السعر، وعلى فكرة السعر مش مشكلة معاك، ليه بتجيب ورا؟ ليه بترجع عن الخطوة كلّها على بعض؟ أنا هاحُط نفسي مكانك ونفكّر مع بعض، هل أنت مستغل سعر الكورس؟ الإجابة لأ، لإن أنت لو جيت سألت على أسعار الكورسات اللي موجودة بالذات في مجالنا هتلاقيها غالية جدًا. أنا شخصيًا قبل ما أبدأ الدبلومة بتاعتي سألت كده على دبلومة ليها علاقة بالcyber security لقيتها عاملة 18,000 جنيه ومدة الدبلومة 6 شهور، 18,000 جنيه، بس جيت كده وسألت نفسي هُم ليه الناس دول هياخدوا 18,000 جنيه منّي؟ أكيد مش حرامية أو مش نصّابين، وفي نفس الوقت أكيد برضه عندهم حاجة مش عند حد، لدرجة إن هو يغلّي سعر الكورس للرقم ده، فبعد ما سألت وسرِّشت وشُفت الناس اللي دخلوا الكورس ده وشُفت الناس اللي خلّصوا، اكتشفت حاجة مهمة جدًا، الناس اللي بتشرح مدّينا خلاصة بشكل بسيط في 6 شهور، أدي 1، 2 المحتوى منظَّم جدًا ومضبوط. 3 ودي كمان الحاجة الأحلى الدعم، إن أنت مش لوحدك ومعاك دايمًا حد لو عندك سؤال محتاج تسأله، هتلاقي ناس بتجاوب عليك، وهتلاقي ناس معاك على طول 24 ساعة، فهُم فعلًا يستحقوا الفلوس. بجانب بقى أهم شيء ودي حاجة فيك أنت كراجل محتاج تشوف كورس أو أنت خايف تدفع تَمَن أي كورس، مش بتاعي أنا بس بتاع أي كورس، إن أنت مش عايز تدّي، أنت عايز تاخد. عامل لك مثلًا دبلومة الIT help desk اللي بالمناسبة مش موجودة على اليوتيوب ولا هتلاقيها على اليوتيوب، لإن هي عبارة عن مجموعة كورسات مجتمعة أنا مجمّعهم كلّهم واخد الحاجات المهمة منهم علشان أجمّعهم لك في شكل مضبوط تخلّص تشتغل على طول، زي ما الشركات محتاجة. إنما لو أخدت كل كورس لوحده، فأنت أول حاجة هتقعد لك في كل كورس 3 شهور وهتاخد نظري كتير أوي وهتلاقي نفسك في الآخر 3/4 الحاجات اللي أنت خدتها ما لهاش علاقة خالص بالواقع. فمثلًا الدبلومة بتاعتي دي مثلًا أنا عامل لك فيها ملخص الملخص، ما فيهاش أي مشاكل في أي حاجة، وأنت نفترض الدبلومة بتاعتي دي ب5 جنيه مثلًا، أنت ليه مش عايز تدفع 5 جنيه أو مش عايز تدّي 5 جنيه لشخص تعب وجاب لك خلاصة الخلاصة وبقى له تقريبًا سَنة بيعمل في الكورس ده، علشان أنت بعد كده إن شاء الله تشتغل فتاخد في مرتبك 20 جنيه أو 30 جنيه، ليه مش عايز تدفع رقم بسيط وتستثمر في نفسك علشان إن شاء الله لمّا تيجي بعد كده تشتغل الرقم ده هيرجع لك في أول مرتب في أول شهر، يعني في الغالب هيبقى مرتب أسبوع أسبوعي مرتب 4 أيام والّا حاجة، أو قيمة 4 أيام من شغلك في أول شهر ليك، ده تمن الكورس. مثلًا في مثلًا كورسات أنا مثلًا شخصيًا شُفت كورس الCCNA في ناس بتدّي الكورس ده حاليًا وأنا باكلمكم ب6000 جنيه والّا 7000 جنيه والّا 8000 جنيه، هل الرقم ده كتير؟ لأ، ليه؟ جاوب أنت عليَّ، ليه؟ أنا هاخد كورس CCNA في الخلاصة 3 شهور معايا ناس هاشتغل شغل عملي وهافهم النظري، ممكن كمان أبقى مؤهل لإن أنا إن شاء الله آخد الشهادة وامتحن فيها وأستفها كمان لو أنا عايز، وكل ده ب6000 جنيه. أنا بعد ما أخلّص الشهادة دي هاشتغل إيه؟ ممكن أتحط على أول الطريق أو أشتغل مثلًا network engineer. طيب مرتب الnetwork engineer كام؟ لو جيت حسبتها كده أو جيت فكرت في الموضوع تلاقي إن لأ، الرقم ده بسيط جدًا وأنا هاعرف أجيبه في أول شهر، أول شهرين، أول 3 شهور وهكذا. فأنت بتستثمر في نفسك وبتدفع دلوقتي علشان تعرف تاخد بعد كده. ما حدش بيعرف ياخد إلا لمّا وأنت لازم تتعلم تدّي عشان تاخد. ثم أنت لو جيت فكرت بثقافة أنا هاتعلم أنا كل حاجة بنفسي، أنا هافتح يوتيوب بنفسي، أنا هاجرب بنفسي، ماشي، ربنا معاك، بس هتخسر وقت وهتخسر جهد كبير أوي. يوتيوب جميل جدًا على فكرة وفيه كل حاجة عن كل حاجة، بس مشكلته إنه ما فيش محتوى كامل، وأنا عارف أنا باقول لك إيه كويس. أي كورس خدته نادرًا لو لقيت محتوى كامل في الكورس ده، أدي 1. تاني حاجة هتلاقيه قديم، يعني هتلاقي مثلًا اللي منزّل كورس مثلًا كورس stand up comedy مع أي كورس في الدنيا مثلًا، تلاقي الكورس ده نازل لك من 3، 4 سنين. طيب دلوقتي المحتوى أو دلوقتي الناس بنفس الشهادة دي المحتوى اختلف، في حاجات جديدة اتضافت، في حاجات اتمسحت، في حاجات مش عارف إيه وهكذا. تالت وأهم حاجة الجهد، أنت هتشقى على ما تخلّص الكورس لوحدك، لإنك أنت لوحدك بإرادتك أنت بصبرك أنت مش هتعرف، لازم حد يبقى على دماغك، لازم حد يبقى بيفكّرك كل شوية، لازم تحس إن أنت مربوط بشيء علشان تعرف تخلّصه، فأنت دفعت فلوس، فالفلوس دي لمّا تدفعها حتى والله العظيم لو جنيه خلّي بالك، حتى لو دفعت جنيه في كورس، ده هيحسّسك في عقلك الباطن كده إن أنت لأ، أنا عايز أستفيد بالجنيه اللي أنا دفعته ده، فعايز أخلّص الكورس ده.
وفي على فكرة هتلاقي كورسات تمنها قليل جدًا، اللي عاملها هو مش عبيط أو هو مش عايز أو هو ما بيقولش أي كلام، هو مسترخص الكورس فعامل لك كلمتين كده ويالّا أنا عملت كورس وخلاص، لأ، في ناس على فكرة دي السياسة بتاعتهم، ودي سياستي أنا هاعمل لك كورس بتمن قليل يا دوبك أنت بس تحس مع نفسك إن أنت ربطت نفسك بشيء وإن أنت هتتعلم بشيء، وأنا برضه نفس الكلام أنا عامله بتمن قليل علشان أنا مثلًا بالنسبة لي هدفي في الدنيا أنا عايز أعلم أكبر عدد ممكن من الناس، وعايز آخد حسنات جارية وصدقات جارية تفضل في ميزان حسنات لحد يوم القيامة، يا دوبك ده تمن الجهد اللي أنا ضيعته في عمل الكورس ده أو في التحضير للكورس ده، نفس الكلام الفلوس اللي أنت تدفعها دي ما هي إلا إن هي بتربط عقلك إن أنت دفعت فلوس وأنا دلوقتي معايا دفعت فلوس في حاجة، فأنا عايز أستفاد بيها، فأنا عايز أخلص الكورس كله، بس ده اللي أنا محتاج أتكلم فيه. فأنت حاول لو أنت فيك الحتة بتاعة أنا خايف أدفع جنيه في حاجة أو أنا خايف أدفع حاجة عشان مش عارف هاعرف والّا مش هاعرف أو أنا حاسس إن الموضوع ما لوش قيمة أوي، يبقى المشكلة فيك أنت. لو أنت حاسس إن الكورس ده مثلًا مش كامل أو أنت حاسس إن أنت لسه مش واثق كفاية، اسأل أكتر، اسأل ناس أخدوا الكورس ده قبل كده، شوف مراجعات لناس خلصوا الكورس ده، شوف التفاصيل وشوف هتتعلم إيه بالضبط. لو ينفع تسأل الشخص اللي بيديك الكورس ده تقول له بعد إذنك أنا محتاج أشوف مثلًا جزء من المحتوى، لو كان فيديوهات مسجلة زينا كده مثلًا ودي حاجة أنا عاملها مثلًا أي حد بيسألني على التفاصيل باوديه الموقع أو باوديه كده صفحة موقع بسيطة فيها 3 فيديوهات من الكورس بتاعي، عشان برضه ما يضحكش عليك أو ما تتخمش، أنت هتتعلم بالطريقة دي وهتشوف فيديوهات بالشكل ده، عجبتك يبقى تمام، ما عجبتكش خلاص عادي، روح يا عم شوف حد غيري، ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة أنت مع نفسك تبقى فاهم أو تثق في الفكرة دي عمومًا. إنما لو قُلت لنفسك أنا هاخد الموضوع بنفسي، فأنت ساعتها هتضيّع وقت وجهد وهتقعد حبّة حلوين، تكتشف في الآخر إن أنت اللي أنت واخده أو اللي اتعلمته ده برضه مش محتوى كامل، فهترجع تاخد الكورس برضه مع حد ملخص لك الموضوع وعامل لك الموضوع بشكل منظم، طب وليه؟ ما من دلوقتي، ما فيش أسهل دلوقتي من إنك تهين قرشك ولا تهين نفسك، أنت يا عم معاك 2 جنيه وتعرف تاخد كورس ب2 جنيه يأثّر عليك المدة، قشطة، معاك 2 جنيه وتعرف تاخد الكورس أبو 2 جنيه ده علشان بدل ما تشتغل بعد 6 شهور تشتغل بعد شهرين، يا سلام! في أحلى من كده؟ طب خُد بقى دي معاك 2 جنيه وعندك واحد هيقول لك هادّيك كورس بجنيه ونُص والّا بجنيه، في خلاصة الخلاصة ومجمّع لك 3، 4 كورسات مع بعض، عايز أكتر من كده يا ابني؟ أتمنى تفكّر في الموضوع بشكل تاني، وأنا مش باتكلم على الكورس بتاعي والله، أي كورس في الدنيا يا عم، بس. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن دبلومة الhelp desk ممكن تبعت لي على الواتساب على الرقم ده، هابعت لك كل التفاصيل، وهابعت لك الفيديوهات اللي أنت عايز تشوفها اللي هي جزء من المحتوى الكامل بتاع الموقع علشان برضه تتأكد وتشوف بنفسك أنا باشرح إزاي وأنا باعمل إيه، لحد هنا وكفاية، ما تنساش صلّي على النبي، أشوفك على خير، سلام.